المخلل سر السفرة اللي بيصحي أي أكلة، لفت وجزر بلونهم الحلو والقرنبيط والخيار وطعمه المظبوط، خلطة تخليل مظبوطة تخلي كل لقمة معاها قرمشة تفتح النفس. طبق مخلل صغير في الحجم بس كبير في الطعم، مفيش سفرة تكمل من غيره. النهاردة هنعمل تشكيلة المخلل دي. أنا جبت الجزر واللفت والقرنبيط والخيار، اتغسلوا واتقطعوا. اللفت والجزر بيتحط عليه ملح ويتساب ساعتين، أما بالنسبة للخيار والقرنبيط بيتساب لمدة ساعة وهم عليهم ملح، بعد كده بيتشطفوا ويتحط كله على بعضه ما عدا الخيار صحيح زي ما هو. وهنبتدي نرص في البطرمان بتاعنا، وبعد كده نعمل الخلطة الحلوة بتاعت التتبيلة بتاعته. بعد ما نحطه في البطرمانات هنبتدي نعمل الخلطة بتاعتنا. والخيار رصيناه في قلب البطرمانات بتاعته صحيح زي ما هو، ما بتشيلش الزر بتاعه اللي فوق ولا أي حاجة خالص، بتتغسل بس وبتتنقع لمدة ساعة في الملح، وبعد كده بتتشطف وترصوها في قلب البطرمان. أنا حاطة بطرمانات كيلو علشان أحط كله كل بطرمان كيلو لوحده فيه خيار، يعني إيه ما يبقاش كله في بطرمان واحد. وطبعا في فصوص توم عندنا جاهزة متفصصة صحيحة، واحنا جبنا كمان البنجر وهنقطعه زي الصوابع كده برضو زي بالظبط زي الجزر والحاجات دي، عشان نحطه مع الترشي والمخلل بتاعنا عشان يدي اللون والطعم الجميل للمخلل بتاعنا. احنا كده بنرص نحط كله محطوط على بعضه، اللفت والجزر والقرنبيط والاخضر دوت اللي هو الجذوع بتاعه اللفت، مغسولة برضو ومحطوطة، بتدي لون حلو وطعم حلو برضو في قلب المخلل بتاعنا. خلاص احنا هنحط بقى ورق لورا، كل بطرمان كده فيه ورقتين 3 لورا، برضو الخيار والمخلل بتاعنا المشكل بالشكل دوت. وادي برضو الخيار اهو، وادي المكونات بتاعتنا اللي ان شاء الله هنحطها وهنقول عليها دلوقتي كلها. نحط بقى البنجر بتاعنا، كام شريحة بنجر كده في كل بطرمان عشان تدي طبعا اللون بتاع المية بتاعه الجميل ده. وهنحط برضو مع الخيار برضو يعني كل بطرمان خيار كده شريحة واحدة أو شريحتين صغيرين من البنجر، بيدي برضو طعم حلو ولون حلو. وبرضو ورق اللورة في الخيار، وهنحط كمان فصوص توم في الخيار وفي المخلل، يعني كل بطرمان كده فصين توم زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي نعمل بقى يعني ايه التتبيله بتاعتنا دي. ميه اتغلت وبردت خالص، وبعد كده هنبدا نحط المكونات بتاعتنا. المكونات بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن كزبره ناشفه، زعتر، روزماري، كمون، بابريكا، ملح عادي وملح ليمون، سكر، خل، حبة البركة، عصفر، عصير ليمون، وفلفل أحمر حامي مهروس، وشوية زيت. كل ده بنحطه مع بعض كده مع المية اللي اتغلت وبردت خالص، ونقلب كل ده مع بعضه. وطبعا تدوقي الحد بتاعه، إذا كان عايز ملح تاني هنبتدي تضيفي ملح تاني عشان يظبط الملح بتاع المخلل بتاعنا. وطبعا عندنا يكون عندنا قشر برتقان أو قشر يوسفي مغسول طبعا نضيف، عشان نحطه فوق الوش مع زيت زي ما حضراتكم هوريكم دلوقتي. احنا دلوقتي بنضيف بقية التوابل اللي احنا قلنا عليها دي كلها، وكل ده هيتقلب مع بعضه. بس ياريت تعملي كمية مية وافية عشان ما تخلصش منك وترجعي تغلي مية تاني وتستنيها لما تبرد وتبدأي تحطي عليها كل التوابل دي كلها مع بعض. فيعني اعملي كمية مية وافية تكفي البطرمانات اللي انت هتخليلي فيها الحاجات بتاعتك كلها، يعني المية اللي تكفيكي. طبعا احنا بنحط ملح الليمون دوت بمثابة المادة الحافظة للمخلل بتاعنا، عشان بس حضرتك يكون عندكم فكرة. هنبتدي بقى نقلب
شايفين اللون بقى مع الفلفل طبعا المهروس مع الباربيكا ادى اللون الجميل دوت، واللون الحلو ده بقى بالتتبيلة الرهيبة دي. طبعا ريحتها جميلة جدا وحاجة يعني زي بتاع المحلات وأحسن كمان. بل انت يعني دي حاجة انت جايباها وقطعتيها وغسلتيها ونضفتيها، كل حاجة من العطارة ديت أو من التوابل دي اتنقت ومتنضفة، يعني حاجة انت عاملاها بإيديكي. نسقي بقى الخيار بتاعنا، شايفين اللون الجميل. بنسقي بقى البطرمان بتاعنا كده لغاية المية دي اللي متبلة دي ما تغطي خالص المخلل بتاعنا، سواء الخيار أو سواء المخلل بتاعنا. هنحط بقى شوية زيت فوق الوش صغيرين، معلقة زيت، شايفين اللون. هنحط بقى معلقة زيت فوق كل بطرمان زي ما أنا بحط كده معلقة زيت، عشان دي تمنع الهواء إنه يخش للمخلل بتاعنا ويبتدي يبوظ، لأن الهواء هيبوظه. فاحنا بنحط الزيت ده بمثابة إنه يعمل طبقة علشان يمنع الهواء إنه يخش. وبقشر برتقانة وقشر استفندي مغسول بتغطي البطرمان وبتغطيه بالغطا بتاعه، وكده يبقى المخلل الخيار بتاعنا خلص. يلا بينا بقى نسقي المخلل التاني بتاعنا المشكل ده. نبتدي بقى نسقي بقية المخلل بتاعنا، وبرده دوت بعد ما هنخلصه هنحط على وشه برده شوية الزيت، ونبدأ نغطيه برده بقشر برتقان أو قشر اليوسفي. يعني ممكن يقعد معاكي حوالي أسبوع بالكتير أو 8 أيام، وتبدأي تفتحي عليه تاكلي منه أحلى مخلل. الخيار أقل طبعا، ممكن 4-5 أيام، أو ممكن 4 أيام، أيوة ممكن 4 أو 3 مثلا. تاكلي منه برضو خيار مخلل جميل. بس في الميزة في المخلل ده بقى إن المية دي بتحافظ على يعني الخيارية مهما قعدت، ممكن من 20 يوم يقعد شهر، يقعد أكتر من شهر، الخيارة ما بتتهريش، بتفضل زي ما هي، قوامها مظبوط، ما بتنعمش ما بتدوبش، بتفضل زي ما هي. بس يفضل إن يكون خيار بلدي، مش خيار صوبة، مش خيار مزروع في الصوب، يعني يا ريت خيار يكون بلدي. وطبعا أهم حاجة احنا بناخد من البطرمان، يعني بتاخدي الكمية اللي انت عايزاها، بس اللي يفيد يا ريت ما ترجعهوش تاني في البطرمان. يعني طلعتي طبق مخلل، اللي يفيد منه ما ترجعوش في البطرمان، عشان ده ممكن يبوظ البطرمان كله، يعني يبوظ لك بقية المخلل بتاعك كله بالكامل. فاللي بيتاخد ما يرجعش تاني. زي ما حضرتك بنغطي المخلل بتاعنا كله بالكامل بالمية المتبلة ديت، وبعد كده نحط الزيت اهوت، وبعد كده نغطي بقشر البرتقال أو اليوسفي المتاح عندك. طبعا هو أوان دلوقتي القرنبيط واللفت والجزر وبرضو البرتقال واليوسفي. ونقفل كده، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وكل عام وأنتم بخير.